السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. وحشتوني من اخر فيديو فات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ميني تورته اقتصاديه وسهله جدا، مش هتاخد مننا وقت خالص، وشكلها زي ما انتم شايفين حلو قوي. وانتي لسه مبتدئه هتقدري تعمليها بكل سهوله. تابعوا الفيديو عشان تستفادوا منه. تعالوا بينا بقى نشوف التورته القمر دي عملناها ازاي. في العجان هضيف عندي ربع كوبايه من الميه، هحط عليهم 3 بيضات يبقوا بدرجه حراره المطبخ، هحط عليهم كمان فانيليا وربع كيلو من اسبونج البودر الجاهز. النوعين الكويسين اللي بستخدمهم جولدن باك ودريم. هضرب عندي الاسبونج على سرعه عاليه جدا لحد ما الكميه تتضاعف. لو ما فيش عندك عجان هتعملي الخطوه دي بالمضرب اللي هو الكهربائي، بس طبعا بياخد وقت معاكي شويه. انا هضربهم هنا لمده 5 دقايق لحد ما الخليط لونه يفتح كده. الاسبونج عندي بقى جاهز. الصينيه بتاعتي مقاس 14، فرشتها ورقه زبده من تحت وغلفتها من الجوانب زبده كويس جدا علشان لما نيجي نقلب الكيك ما يلزقش معانا في الصينيه. الفرن شغال على درجه حراره 180 من قبل ما بنبدا في الكيك. هبتدي ان انا اساوي وش الكيك كده، وبعد كده هحط بقى اي حاجه وهبتدي ان انا اخبط فيه كده كويس علشان ما يبقاش فيه فراغات كتير. الكيك عندي اهو بعد ما طلع بنختبره من النص كده بخله. لو طلعت نضيفه يبقى الكيك بتاعنا استوى. طبعا لو طلعتيه قبل السوا بتاعه هتلاقي الكيك بتاعك بيبتدي يكرمش كده من الجوانب، وتلاقيه بيعمل زي كشكشه كده من فوق. فلو سبتيه زياده عن الوقت عن التسويه هيبقى حلو جدا معاكي ومظبوط، فبلاش ان احنا نطلعه قبل التسويه بتاعته. الكيك عندي بيته ليله كامله في التلاجة، وبعد كده تاني يوم رجعت اشتغل فيه. هقسم الكيك بتاعي اللي 4 طبقات متساويه. ظبطت المنشار بتاعي على رقم 7. طبعا الكيك ده ممكن يتقطع معاكي ل6 طبقات، بس انا بحب اعمل الكيك تبقى الطبقه بتاعته سميكه. عشان احشي التورتايه بتاعتي في قلب الصينيه اللي بنخبز فيها، ببتدي ان انا احط فيها كيس بلاستيك كده، وهبتدي ان انا احشي التورتايه في قلب الصينيه. الكريمه بتاعتي عملتها ازاي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بحط كده اول طبقه من الكيك، وبعد كده هبتدي ان انا اسقي الكيك بتاعي. انا بسقيه بشويه كده من اللبن بتاعك بتزودي له كده معلقه سكر علشان يبقى طعمه حلو ويخلي الكيك بتاعك يبقى طعمه مميز. ممكن طبعا تعملي سيرب خفيف وتسقي بيه الكيك بتاعك زي ما تحبي. انا سقيت الكيك بتاعي كله بالطريقه المعتاده زي ما انتوا شفتوا كده، وهبتدي ان انا اقلب الكريمه كويس، وهحط كده طبقه من الكريمه في الكيك بتاعي من تحت علشان اقلبها وتلزق معايا على البورد. طبعا انا ما قلبتش الكيك على طول اول ما حشيته، لا، بنستنى ساعتين في التلاجة علشان تمسك معاكي كل الطبقات الكيك في بعضها. انا عندي هنا التورتيه حشيتها 3 طبقات بس، ما حشيتهاش 4، لان دي طبعا ميني كيك. في الطبقه التانية اللي فاضت من الكيك شلتها في الفريزر بستخدمها في حاجات تانية. بقلب الكريمه بتاعتي كويس جدا قبل الاستخدام علشان تبقى ناعمه معايا وما فيهاش زي فراغات. وطبعا الكيك بتاعنا لازم نديله طبقتين من الكريمه، الطبقه الاولانيه دي علشان نلم بيها فتافيت الكيك، وبعد كده الطبقه الاخيره بتبقى للفينش. حطيت عندي الكريمه وهبتدي بالسكرابر اللي هو البلاستيك ده هلم بقى كل الكريمه الزياده. طبعا اللي لسه مبتدئ التجليس مش بيجي معاكي من اول مره ويظبط ويديكي فينش حلو. مره على مره هتلاقي ايدك ابتدت تظبط معاكي في التجليس وهتطلعي ان شاء الله شغل احترافي، بس ده طبعا بيجي مع الاستمرار في الشغل. خلاص كده انا خلصت اول طبقه من الكريمه. قلبت الكريمه تاني اهو زي ما انتوا شايفين علشان بقى اخر تجليسه تبقى ناعمه معايا ومظبوطه. بحط الكريمه بتاعتي في كيس حلواني وهبتدي ان انا اوزعها على جوانب التورته، وبعد كده هبتدي ان انا احط بقى من فوق. بنحط الكريمه كتيره لان طبعا واحنا بنسحب بالسكرابر كل الكريمه الزياده بتطلع معانا. خلاص كده انا وزعت الكريمه. هبتدي بالسباتلا كده اساوي وش الكيك بتاعي كويس. بعد كده هبتدي ان انا اساوي عندي من الجوانب. بستخدم الاكريليك، عايزه اقول لكم حلو جدا ومريح في الشغل وبيبقى خفيف كده ريشه على الكريمه، بس للاسف انا مش لاقياه في اي مكان تاني خالص. كنت جايباه من فتره طويله، يعني كان بقاله عندي بتاع 5 سنين او حاجه من اول ما بدات في شغل الكيك. والاستانلس بيبقى حلو بيديكي برضو نفس النتيجه. طبعا بالنسبه اللي بيطلع اوردر لازم يكون موجود عندك الاستانلس علشان يظبط معاكي الكريمه ويديكي فينش حلو. انا ابتديت بقى اظبط الجوانب وبعد كده سويتها من فوق. هنضف البورد بتاعي واحط التورتيه بتاعتي في التلاجة عقبال ما بجهز الشغل اللي هيتحط عليها.
هبتدي بقى ان انا اعمل النتيجة. هحتاج عندي عجين السكر ابيض، حطيت عليها بودرة السي ام سي. دي بودرة بتبقى بيضة كده، بتجيبيها من محلات خامات الحلواني، بتحطيها على عجينة السكر علشان تنشف معاكي عجينة السكر وتبقى ثابتة. لو هتحطي حاجة مثلا واقفة او عايزة تحطي عجين السكر على الكريمة ما تسيحهاش، فضروري جدا ان انت تحطي بودرة السي ام سي. فردت عجينة السكر بتاعتي كويس كده زي ما انتوا شايفين على شكل مربع. بعد كده هبتدي ان انا اساوي عجينة السكر واشيل الزيادة، وهقسمها كده يعني تقسير بس بالاستانلس دي. تبقى 6 بالطول و5 بالعرض، علشان تديني كده زي مربعات صغيرة. انا مش هقطعها لتحت، لا، بس انا بدي التقسير كده زي ما واضح ليكم. علشان اكتب على عجينة السكر باللون الجل عندي حلين، لا اما بالفرشة تكون رفيعة جدا، او ممكن خلة، او ممكن القلم. انا بصراحة من اول ما اشتريت القلم ده وهو فاضي مش عارفة ازاي، فاستخدمته ان انا ببتدي ان انا ابل طروفه كده في اللون الجل واكتب بالشكل اللي انتوا شايفينه. فهبتدي ان انا اكتب الارقام بتاعتي. هنا بقى وانا مندمجة في الكتابة النور قطع كالعادة، بس على مين مكملة برضو فكتبت خلاص الارقام وطلعت التورتيه بتاعتي. كان فاضل عليها ساعتين على ما العميلة تيجي تاخدها. فانا بحب ان بصراحة قبل ما اسلم الاوردر بتاعي ان انا احطه في التلاجة كده يسقع كويس، علشان طبعا لو هو بعيد عني او حاجة ما يسحش في الطريق. علشان اعمل القلوب الحمرا دي كان عندي كريمة لونها احمر في الفريزر، طلعتها تفك وحطيتها كده في كيس حلواني، وعملت فتحة صغيرة جدا. وبعمل القلوب ازاي؟ بضغط شمال ويمين كده قصاد بعض بسحبة علشان تديني شكل القلب. اوزع كده بشكل عشوائي القلوب بتاعتي على جوانب التورته. ده كده بقى شكلها بعد ما وزعت القلوب. هنا الحمد لله كان النور جه وكنت بقى خلصت النتيجة. ده كده شكلها بعد ما خلصت. وحطيت على التاريخ اللي هو بتاع اليوم العيد ميلاد، حطيت عليه قلب صغنن كده احمر. هنا عشان اثبتها لاني هحطها كده بزاوية، حطيت شوكولاتة بيضة سيحتها كده بنقطة زيت، وابتديت ان انا اوزعها كده في الظهر. بثبتها كده بالشاليمو او ممكن عصاية الشيش تاووك. بستنى الشوكولاتة بقى تمسك عليها، وبعد كده ببتدي ان انا اثبتها بالشكل المناسب. انا هنا هحط توبر مكتوب عليه هابي بيرث داي، والقلوب اللي هي الذهبي دي برضو بتجيبيها من محلات مستلزمات الحلواني، متوفرة بقى باشكال كتير. التورته دي تكفي 6 افراد. طبعا هي باينه في الفيديو انها كبيره، بس هي مش كبيره خالص، هي مقاسها صغير. بتكفي معاكي من 6 ل 8 افراد. كلفتني 220 جنيه. بعد كده هبتدي ان انا اوزع الصور بتاعتي كده في الظهر، يعني واحده فوق واحده تحت، يبقوا فوق بعض كده عشان يبقى شكلهم حلو. التورته دي كانت هديه من زوجة لزوجها، ربنا يسعدهم يا رب. الحمد لله عجبتها جدا. وده كده كان شكلها. تعالوا اقول لكم بقى انا غلفتها ازاي، علشان طبعا انا مش هشتري لها علبه دورين، هتبقى تكلفتها عاليه، وانتوا عارفين اسعار العلب بقت غاليه ازاي. انا عندي العلبه دي جبتها كانت ب25 جنيه. بس طبعا لو هتجيبيها جمله هتبقى واقفه عليكي ب20 ب17، مش هتبقى غاليه. قفلت العلبه بتاعتي عادي جدا، وهبتدي ان انا الغطا بتاع العلبه اللي شابك فيها ده مش هخليه لبره، هخليه في الجوانب اللي هي ماسكه معايا الجناب بتاعه التورته. مهما تضغطي عليها مش هتقفل خالص ولا هتنزل على التورته بتاعتك. زياده تاكيد يعني ممكن تدبسيها بالدباسه كده من الجناب، بس هي ان شاء الله مش هتنزل ولا هيحصل فيها اي حاجه. بحط التورته بتاعتي في العلبه وبقفلها كده بالسلوفان، بيبقى شكلها حلو جدا. انا كده خلاص خلصت فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو ليكم اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.